السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات مروة محمود والطبخ بريشة. دي الإزازة اللي احنا خزنا فيها الورق العنب، وعملتها معاكم من أكتر من شهر، وقصينا العناقيد بتاعتها وحطيناها جوه الأزايز. بس طبعا كنا معقمين الأزايز كويس جدا، بنغسلها بمية سخنة وبنسيبها في الهواء تنشف بدون الغطا مدة طويلة، وهي محكمة الغلق كده كده بتتقفل جامد جدا. طبعا اول ما بنيجي نفتحها بتعمل صوت جامد اللي هو صوت الهواء. وبفتحها معاكم اهو عشان الكومنتس اللي جات لي وبتقول ان ممكن تؤدي لنا للعفونة او الورق يبوظ. بالعكس، شايفين درجة الصفار بتاع الورقة شكله عامل ازاي؟ واكتر ورق عنب كلته ميزز في حياتي كلها. طبعا الطريقة دي مجربة جدا في معظم الدول العربية، وفلسطين وليبيا ودول كتير جدا والسعودية، ودي أنجح طريقة لتخزين ورق العنب بدون تجميد. لو وصلتوا معايا للفيديو لحد هنا، أتمنى منكم الدعم والشير واللايك والاشتراك بقناتي على اليوتيوب عشان يصلكم كل جديد، والكومنتس كمان، وأعرف بتتابعوني من أي دولة. وزي ما احنا شايفين كده أنا بفك معاكم ورقة ورقة، طرية جدا ناعمة جدا. بالعكس، ده كان حتى يعني لو الورق خشن كمان بتلاقي الورقة ناعمة جدا. وبفكركم انه ما كانش مغسول، يعني بيجي من عند الراجل، يا دوبك بشيل عناقيد وبطبقه وبحطه على طول في الازازة. هنا هنقعه في مية مدة طويلة، واغسله كويس جدا، وبرضه بيتسلق عادي جدا، لازم يتسلق. هو يعني طري اي نعم، بس لازم يتسلق برضه. اتمنى الطريقة تعجبكم وتجربوها. انا عن نفسي طريقة مجربة روعة، ما بتاخدش معايا حيز خالص، وبعدين مش بتكون مجمدة، وبتطلع بتشتغلي بيها على طول اكنك جايباها طازة وفريش. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم، وهلفها كمان واحط لكم الصورة بعد اللف. دمتم بألف خير، وما تنسوش اللايك والشير.